السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حضرتك ايه رايك في المشهد اللي احنا شايفينه دوت؟ الساعه تقريبا دلوقتي 6 الا وما زال الناس مقبله اقبال شديد جدا على التصويت. اولا ما شاء الله، ما شعب مصر اتحرك وبدا يمارس حقوقه السياسيه اللي طبعا كان محروم منها من سنه 52. تمام. حتى الان ما كانش بيمارس حقوقه السياسيه، كان في غيره بيمارسها له للاسف. المره دي طالع بكل طوائفه يبدا ياخد حقه السياسي اللي على طول كان مهضوم فيه. طب حضرتك تقول ايه للناس اللي كانوا بيقولوا ان الشعب المصري غير مهيأ سياسيا او غير مهيأ للديمقراطيه؟ اقول لهم ان الشعب المصري يعتبر كان بيدرس الديمقراطيه في وقت ما كانش فيه في العالم العربي كله ديمقراطيه، والتاريخ هو اللي بيشهد بكده. طيب حضرتك ادلب بصوتك في الاستفتاء. طبعا. طيب حضرتك لو النتيجه جت غير الكلام اللي حضرتك عايزه، يعني لو انت قلت لا وهي جت نعم، ايه هيكون موقفك من مع الجماعه؟ مع النتيجه؟ مع النتيجه، مع الجماعه، مع النتيجه، مع الاغلبيه. مع الاغلبيه بالظبط. طيب حضرتك بعض الناس بيشيع ان احنا بنقول لا او بنقول نعم عشان اليات معينه، يعني مثلا اللي بيقول نعم عشان استقرار البلد وعشان نجيب برلمان وعشان، واللي بيقول لا عشان انا بقى هو متخوف مثلا من الاخوان المسلمين يعني يسيطروا على الحكم والكلام والحاجات دي. اولا ما فيش اي شبهه على الاخوان تقول ان هم يعني تصريح الدكتور عصام العريان كان واضح ان هو بيقول لك انا مش عايز اكتر من 30% من مقاعد المجلس. طيب. فواضح ان هم الناس ما بيسعوش لحكم، الناس مش عايزين غير حقوقهم اللي طول عمرهم محرومين منها. ثانيا جماعه الاخوان المسلمين دي جماعه موجوده وليها تأييد شعبي وليها ناس عايزاها، ومن حقهم ياخدوا طالما الناس عايزاهم، والرغبه في الاول وفي الاخر للشعب مش للاخوان او لغيره او لغيره، الرغبه في الناس عايزه مين. يعني حضرتك مع اي حد الشعب يختاره؟ طبعا. طيب حضرتك دلوقتي تفضل ان مصر تبقى دوله برلمانيه ولا دوله رئاسيه؟ لا، دوله برلمانيه طبعا. دوله برلمانيه. دوله برلمانيه. طيب سؤال اخير، حضرتك تحب توجه ايه رساله للعالم من خلال اللي انت شايفه؟ العالم كله. للعالم كله اقول لهم شعب مصر بدأ لاول مره من تاريخ طويل يختار مصيره ويختار حكمه ويختار ناسه بفضل من ربنا سبحانه وتعالى. شكرا يا استاذ هاني وجزاكم الله خير.